لو عندكم بطاطا ومحتارين تعملوها ازاي، جربوا تعملوها بالطريقة دي، طعمها حلو جدا. والاهم بقى غير ان طعمها حلو قوي، هتدفينا قوي قوي في البرد اللي احنا فيه ده. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا هنعمل بطاطا خطيرة. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتعملوا له مشاركة. عندي بطاطا غسلها كويس تحت الحنفية، بيبقى فيها طين لازق فيها كده ساعات، فممكن تنقعوها في شوية مية وتسيبوها شوية. وبعد كده اغسلوها تحت الحنفية كويس جدا. بعد ما اغسل البطاطا كويس جدا هحطها في صينية كده. انا مشغلة الفرن، انا هشوي البطاطا دي في الفرن. ممكن تعملوها على البوتاجاز من فوق براحتكم، بس طبعا الشوي في الفرن بيدي طعم تاني. وبعد كده هتطلع عندكم مستوية وجميلة بالشكل ده. طبعا ممكن تعملوا البطاطا وانتوا بتعملوا اي حاجة في الفرن، ممكن تشوي البطاطا معاها. بعد كده هعمل بقى الكريم بروليه اللي هو الاقتصادي. هعمله معاكم من غير كريمة ومن غير صفار بيض كتير. عندي حلة هحط فيها 3 كوبايات لبن، وبعد كده هحط عليها 2 صفار بيضة، وبعد كده شوية فانيلا صغيرين، نص معلقة فانيلا صغيرة، وهحط 3 معالق سكر كبار، او ممكن تزودوا شوية لو انتوا حابين. وهحط 3 معالق كاستر كبار، ومعلقة كريم شانتيه كبيرة. وبعد كده هقلب كده كويس على البارد. اهم حاجة صفار البيض ده يختفي تماما. هقلب شوية كده. واما صفار البيض يختفي تماما كده بالشكل ده، هحط مكعب زبدة كبير، وبعد كده هاخدها على النار مع التقليب المستمر. طول ما هي على النار بفضل اقلب فيها كده بالشكل ده. هيطلع معاكم كريمة تحفة. شايفين قوامها عامل ازاي؟ حلوة قوي كده وطعمها خطير. بعد كده بقى هرجع للبطاطا بتاعتي. هحط ورقة فويل كده وهقفلها عليها بالشكل ده كده، ومن الجنب كده بالشكل ده هلفها كده. هعملها معاكم بطريقتين للتقديم، وانتوا اختاروا الطريقة اللي انتوا حابينها قدموا بيها. وبعد كده هفتحها من النص بسكينة كده، وهفتح البطاطا بالشكل ده. هي مستوية هتتفتح بكل سهولة. وبعد كده بمعلقة بقى هاخد اللي فيها ده كده، ههرسه بالشكل ده في قلبها كده. وبعد كده هاخد شوية من الكريمة هحطها عليها وهقلبها معاها. مع اللي انا طلعته من البطاطا ده كده هقلبها معاها كده. وبعد كده هاخد شوية احطهم على الوش بالشكل ده كده.